اجواء شعبيه، وايضا كل ما يتعلق بالاجواء ديال الفرح والسعاده والغبطه التي تعم كل هذا الفضاء وهذه الجماهير. ما زالت انه حاضره تنتظر اخر لحظه او اخر دقيقه او اخر ثانيه من حفل التتويج. الحفل يكون حفل جماعي وتتويج مشترك، وتتعالى الزغاريد في صفوف العنصر النسوي الحاضر بكثافه. والذي يتابع معنا هذه الاجواء الرائعه جدا هي للذكرى دائما انه معرض الفرس هو محطه بارزه للاحتفال بالفرس وبالفرسان. لحظه السجود لهؤلاء الفرسان الكبار. شكرا لكم عبد الغني بن خدة الذي تمكن من الفوز باللقب. لحظات مؤثرة نعيشها اليوم في هذا الحفل الختامي لهذه الجائزة، والفرسان المغاربة أبدعوا في تقديم أفضل اللوحات على مستوى طلقات البارود والهدال. لكل من صربت عبد الغني بن خدة يكون غنية عن كل تعليق هذه الصربة، وصربة رشيد سكاس أيضا بطلة المغرب. والمفاجأة السارة والسعيدة صربة المهدي النجار التي إذا بطلوا الدورة الثامنة والفائز بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله صربة عبد الغني بن خدة جهة بني ملال أخ نفرة، الذي يفوز بهذه الجائزة بعد تقديم مستوى عالي وتحية والتفاتة لوالده العربي بن خدة في هذه الصورة التذكارية الرائعة جدا للأب والابن للمايسترو، وأيضا نقدم لمجموعة من الصفات الرائعة جدا لنقدم العربي بن خدة الذي يعشق تبريدة بجنون وحتى العائلة ديالو، وأيضا يعطي صورة رائعة جدا عن التكامل بين الابن والابن في هذا الحفل بين الأب والابن. نتفاعل مع صربة عبد الغني بن خدة ونترك هذا التعليق للأصداء الجماهير. الأصداء لهذه السربة مفخرة رياضة الفروسية تبريدة على الصعيد الوطني، باعتبارها حريصة على تقديم أفضل العروض في تبريدة، وأيضا تمثيل المغرب في أحسن مستوى على مستوى الهدة، وأيضا على مستوى طلقات البارود والاستعانة بأجمل الخيول، وأيضا العمل على اقتناء أفضل الملابس. ونعرفوا أن صربة عبد الغني بن خدة من بزو الصربة ديالو صربته من بير مزوي ورحمة. نعم جهة الشاوية ورديقة مشهورة باللباس وبالثوب زيوي كل شيء. عبد الغني بن خدة راجل طيب وراجل خلوق ومقدم في المستوى، وهو اللي يلعب الشرقاوية الحقيقية ماشي 100% واحد 99%. بين أفضل أداء ديال الشرقاوية وبقرمة ديالتها بكل شيء ليها بالطقوس ديال الشرقاوية. مشكور. وما تنساش عبد الغني بن خدة راه ديما كينافس على اللقب، لا في دار السلام ولا هنا بمعرض الفرس بالجديدة. والرتبه ديالته اللي كتحتل الرتبه الاولى هي اللي خلات هذا الجمهور اللي كيصفق عليه غير في الهده. ليس فقط على لا فقط احنا عندنا صغيره التماره عندنا اكثر من 100 صوره ما بين الرباط، وعاد غنمشيو ولا مشينا قنيطره صربات كثيره صافي كاين 450 واكثر. حنا عندنا ويبدا الاستعداد من الان. بحال جهه طنجه تطوان الصرب قلال، جهه
الجهه ديال هذه التفيلات فيها سروكلان، ولكن ديال الطاغيله وشنو وردي المشهد الختامي اللي كيترأسوا الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي. القرصة نقدم عبد الله غنتنفسوا، والقرصة الأولى هي كل شيء، والقرصة ممتازة وكيقول أنني حاضر، وتا هو كيتنافس على اللقب مع السي كاس ومع السي بحراوي ومع السي مقدم مهدي النجار. الحمد لله حنا متعين بالقرصات ديال هاد الأبطال هادو. إذا غادي نخليكم مع الإعادة ديال قرصة عبد الغني بن خدة عن جهة بني ملال وخنيفرة صاحب المرتبة الأولى في الترتيب العام المؤقت. أنه ركز بشكل كبير. شوفوا اللعبة ديال عبد الغني بن خدة، الاستعداد وطلقة البارود الموحدة، هذه هي واحدة من شروط التنقيط جائزة، لكن لا نتسرع، فكل الاحتمالات تبقى دائما واردة في طلقات البارود، وغادي نتابعوه في طلقة البارود الثانية. قدم عبد الغني بن خدة لا خوف عليه، راه غادي ديما غادي يبرز وغادي يكون كاين وغادي يقرص قرصات ديال اللقب. عبد الغني ماشي سهل، عبد الغني لا يوفقو. بأن المرتبة الأولى حد الساعة فهي لازالت بحوزة عبد الغني بن خدة. انضباط كبير وأيضا طلقات البارود الثانية. عبد الغني بن خدة من المستوى العالي واليسير غادي يحسب فيها اللقب. الحلقة الثالثة. نعم الآن هو كيعزز الحوض والمكانة ديالو. المكانة ديالته هو كان في الترتيب العام، كان هو في المقدمة، ودابا عندوش قرصه اللي معاه كيخصهم يحسوا بالمسؤوليه، لانه ولا تضرب قرصه زينه، قرصه مسدوده، راه هو يكون بطل 2025. ونتمنى له التوفيق، وراجل طيب، راجل اللي تساهل يكون بطل، والحمد لله راه عبد الغني ماشي تاع راسو، راه تاعنا حنا كاملين. حمد بريد وانتهي طويل بعيد وانتهي. المستوى العالي، أنسة رائعة وفرحة كبيرة جدا. الفرحة مبروك كما قال السي جلالي، مبروك عليه لصربة عبد الغني بن خدة التي استطاعت الآن أن تحسم أمر التتويج في هذه الجائزة بتحقيق المركز الأول والفوز بالجائزة الكبرى. 3 قرصات من المستوى العالي حتى على مستوى الهدام من المستوى العالي جدا لهذه الصربة ممثلة جهة بني ملال خنيفرة، والتي استطاعت أن تقدم الأفضل. أسعدت هذه الجماهير الغفيرة التي حاجت إلى فضاء مريضة ضمن فعاليات معرض الفرس لمتابعة أطوار هذه الجائزة، والتي أعطت تميز لصربة عبد الغني بن خدة التي فازت كما قبل أن نعلن عن النتائج، ولكن بطبيعة الحال فالتحكيم وأيضا بالنسبة لجودة القرصات اللي شفناهم اليوم القرصات، فهذا كيعطي تميز آخر لصربة جهة بني ملال خنيفرة. هنيئا لعبد الغني بن خدة وهنيئا للتوريدة المغربية. هنيئا لمقدم عبد الغني بن خدة.